يا هلا والله، مرحبا بكل من شرفنا في مجلس القصص. اليوم جايب لكم أعظم قصة صبر، قصة نبي انظلم من أقرب الناس له. من هم؟ أخوانه. رموه بالبير وهو صغير وباعوه عبد. تخيل، باعوه عبد. ودخل السجن ظلم. تخيل انك تدخل السجن ظلم، ما سويت اي شيء وتوك طفل، بس عمره ما يئس من رحمة ربي. صلوا على النبي معي. هذه قصة يوسف عليه السلام كاملة نجيبها لكم. بسم الله، يلا نبدأ. شوف معي هذا المكان اللي بدأ فيه البلاء. الغيرة أكلت قلوب أخوان يوسف. قالوا إيش؟ قالوا يوسف وأخوه أحب لأبونا منا. أبونا يحب يوسف وأخوه أكثر مننا، لازم نسوي خطة علشان نكرههم أو نخفيهم. اتفقوا يرمونه في البير، وراحوا لأبوهم ويقولون أكله الذئب. تخيل طفل صغير في ظلام البير لحاله خايف، بس كان عنده يقين: ربي معي وربنا معنا، صح، وما يضيعني، ربي معي وما يضيعني. وجاءت قافلة طلعوه وباعوه بدراهم. وبعدما باعوه كبر يوسف في بيت عزيز مصر، وصار شاب وسيم وأمين. لكنه جاء البلاء الأعظم، جاء بلاء عظيم. امرأة العزيز أرادته وراودته عن نفسه. قالت هيت لك، قالت هيت لك. قال كلمة هز الجبال. معاذ الله، معاذ الله ربي أحسن مثواي. اختار السجن على الحرام، اتهمه الظلم ودخل السجن وهو بريء. شوفوا العفة، شوفوا العفة يا جماعة. هذا هو النبي الصادق. حتى وهو في السجن ما وقف دعاء ولا يأس. دخل معه السجن شابين، واحد حلم بعصر خمر، والثاني شاي الخبز تأكل منها الطير. فسر لهم يوسف: أنت بتطلع وتسقي الملك، وأنت بتنصلب. وفعلا صار اللي قاله بالضبط، بس اللي طلع نسي يذكره عند الملك. وتم يوسف في السجن 4 سنين. يعني الثاني اللي حلم خرج من السجن ونسي ما يعلم الملك بما حلم به يوسف. وثم يوسف مضى في السجن 4 سنين صابر محتسب. ماذا قال؟ قال ليه يا رب. وبعدما مرت السنين الطويلة، في يوم من الأيام حلم الملك حلم، وشاف الرؤيا في منامه، ولا حد قدر يفسرها، ما حد قدر يفسرها له. طبعا الحلم اللي حلمه 7 بقرات سمان يأكلنها 7 عجاف، و7 سنبلات خضر، و7 يابسات. هنا تذكر، عرفتوا اللي كان في السجن، اللي دخل السجن وفسر له موسى، كان موجود وذكر موسى وقال فيه واحد بالسجن يفسر، وجاب لهم المعلومات. وجابوا يوسف قالوا له بالحلم اللي حلمه، قال فسر كيف؟ قال بتزرعون 7 سنين داب، وبعدها 7 سنين قحط شديد. ايش معناها؟ معناها انه 7 سنين راح وقع خير وقحطوا واموركم طيبة، بس بعد سنين ما راح يجيكم شيء، راح يجيكم عجاف قوي. انبهر الملك من حكمته وقال جيبوه، جيبوه. وصار ملك في البيت. وبعدما طلع من السجن، طلع يوسف من السجن عزيز كريم، وصار على خزائن مصر. قال الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صار هو اللي يدير الاقتصاد، أعظم دولة في العالم هذاك الوقت. وجاءت المجاعة وجاء الناس جواع، وجاءت أخوانه من فلسطين يطلبون أكل. دخلوا عليه وما عرفوه، ولكن هو عرفهم.
هذا هو اللي رموها بالبير صار عزيز مصر. شوفوا حكمة ربي، لا إله إلا الله. وبعدين أخبرهم يوسف وطلب منهم يجيبون أخوهم الصغير بنيامين. ولما كشف لهم نفسه طاحوا من الصدمة، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإنا كنا لخاطئين. قال الكلمة التي تدرس للأجيال: لا تثيريب عليكم اليوم يغفر لكم الله لكم. وجاب أبوها يعقوب الذي أفيضت عيونه من الحزن على ولده. وهنا أعظم لحظة في القصة، حضن الأب لولده بعد 40. تحققت رؤية يوسف، سجد له أبوه وأمه وأخوانها 11. قال يا أبتي هذا تاويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. شوفوا يا أخوي، من البير للسجن للكرسي العزيز، الخلاصة من القصة كلها إن مع العسر يسرا. اصبر على قضاء الله وربي ما يضيع تعبك ولا صبرك. إذا عجبتك القصة صلى الله على النبي واكتب في التعليقات الحمد لله.